شنقريحة يطالب بمواصلة الجهود لتخليص الجزائر من الإرهاب. دعا الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الجيش والأسلاك الأمنية الأخرى إلى مواصلة الجهد المتواصل والمتكامل في سبيل تخليص الجزائر نهائيا من آفة الإرهاب واستئصال جذوره. وقال شنقريحة في لقاء توجيهي مع كوادر ومستخدمي الناحية العسكرية الخامسة شرقي الجزائر في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن روح شهر نوفمبر انطلاق ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي وقيمه الثابتة والخالدة هي وحدها القادرة على تجنيد شباب الجزائر وشحذ هممهم وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المساهمة الفاعلة في بناء وطنهم وتعبيد سبل عزته ونهضته وتوفير أسباب وعوامل نمائه الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد الفريق أول السعيد شنقريحة على ضرورة توفير أجواء هادئة يسودها الأمن والاستقرار وتطبعها الطمأنينة ومواصلة الجهد المتواصل والمتكامل في سبيل تخليص الجزائر نهائيا من آفة الإرهاب واستئصال جذوره، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تجنيد وتوظيف وتسخير كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة المجالات.